سوريا حضارة، بتعرف ايش يعني حضارة؟ يعني نحن لازم نحب بعضنا. التوم ليش 35,000؟ لك وين قاعدين نحن؟ ل 80,000 بدك تاخذي كيلين؟ يعني بتمنى تنزل الأسعار، حاجة يعني نزلينا. مرحبا. أهلين أهلا وسهلا. كيفك عمو؟ والله الحمد لله. الاسم بالخير. علي ديروان. اهلا وسهلا عمو علي. عمو حضرتك شو بتشتغل؟ والله أنا بشتغل عتال على العربية. والله بنقل أغراض من سوق الحمدية للعصرونية، يعني بنحمل أغراض أحيانا. يعني اشتغلت أنا من 10 سنين، من 15 سنة جاني عملية فتاء وساويت فتاء وما عاد قدرت مثل الأول. هلا بشتغل يعني عادي، يعني شو بيقولوا يعني قليلة اشتغل، يعني هيك اني ما احمل ثقيل. بتشتغل عند حدا معين يعني بالسوق؟ اي نعم. يعني هن بيدقوا لي تليفون بس شغله خفيفه مو ثقيله مثل الاول. كبرنا ما عاد مثل الاول. والله ما بكفي المصروف. 200,000 شو بيساوي؟ بالشهر بيعطوك 200,000؟ اي والله. يعني عندي شابين كبار وثلاثه صغار. الشاب الثاني الكبير مدني. قد ايه عمره؟ عمره شي 22. ليتسرح الاولاني بيبعت اخوه الثاني. والثلاثة الصغار؟ ثلاثه صغار. اي نعم. طيب اللي عمره 22 سنة شو بيشتغل؟ آه كمان الله يعينه بيشتغل كمان أعمال حرة بيشتغل. مثل؟ يعني باطون، رمل، شمينته. يعني في حدا بيساعدك بالبيت؟ لا والله. ما بيساعدك بالمصروف؟ لا والله. لا والله. بالأكل والشرب؟ في ناس ولادين حلال بيبعثوا لي مصاري. من يعني وين بيبعتوا لك؟ ولادين حلال يعني بدقوا لي تليفون بيقول لي تعال. يعني عندي أطفال ومعي مرض القلب، اجتني جلطة. يعني تأثرت بحياتي كثير بأيام الأزمة. عملت عملية فتاء. يعني جسمي ما عاد مثل الأول. بالأول كنت شاب غير، يعني عمري 54 55 سنة. ما عاد قدرت أشتغل والله. ما عاد قدرت مثل الأول، يعني ما عاد مثل ما بيقولوا لما الإنسان بيكبر ما له خلق مثل الأول. يعني اشتغل طقطقة يحنوا علي، في ناس بتحن علي بدوا لي تليفون بيعطوني، يعني لوجه الله تعالى. مشتهي أكلة طيبة ما قدرت تاكلها هي السنة؟ كثير مشتهي الأكلة والله بيني وبينك. شو هي؟ بدها لحمة مثل اليبرة، لخنة، كوسة، فروج مثلا. واحد بيشتهي. لي زمان ما دقت الفروج، قد ايه؟ صار لي شي سنة ونص. شي مرة حدا من أولادك طلب منك طلب كانوا مشتهيينه أو بدهم شي من أغراض المدرسة أو للقرطاسية وما قدرت تلبي لهم طلبهم؟ والله عن طريق الجمعيات يا بنت الحلال. بيبعثوا لي عن طريق الجمعيات أنا، ومدارسهم كلها دولة. يعني هن في منا بيبعثوا لي خبر بيقولوا لي تعال. وحرام يعني مقدرين وضعي اني انا زلمه على باب الله. مرة واحدة رحت على المحافظة، قلت له كنت معي عربية قبل ما يجيني مرض الجلطة. طلعت على المحافظة قلت بركي بيعطوني شيء. قلت له ما بعرف في سكرتيرات يعني. قلت له عندي واحد مريض عقليا بدي مساعدة، وعندي ومهجر أنا كنت. من وين مهجر؟ من ببيلة. قال لي بدون ما تحكي حاجة تكرم عينك والسبع تنعام خلص اجت. وعندي إثباتات، عندي واحد مريض عقليا. قد ايه عمره؟ يا حرام عمره 13 سنة. هذا على الجنة ما بيتحاسب، حكي ما بيعرف يحكي. ومن هون ايده محلول، عروقه ميتة، بين عروقه بين مخه سبحان الله. فحصته. معه ضمور عقلي ولا؟ معه وبياكل كثير. لك ياكل الصحة. هذا الله عم يرزقني بحسنته. ما تشوفيه بتزعلي عليه. بنطوط بس ما في إدراك. هذا على الجنة. إذا سألتك عمو شو بتتمنى يصير معك هي السنة شي حلو؟ بتمنى تنزل الأسعار، يرحم الناس، يرحموا الفقراء. هي سوريا. هي سوريا حضارة. بتعرف ايش يعني حضارة؟ يعني نحن لازم نحب بعضنا. لازم ياكل الفقير يشبع. الفقير يعني يعني هلا مثل الجانين 25,000 ليش؟ لك حاجة 10,000 مثلا.
التوم ليش 35,000؟ لك وين قاعدين نحن؟ ل 80,000 بدك تاخذي كيلين؟ يعني بتمنى تنزل الاسعار، بتمنى الحكومه هي بتخلي تنزل الاسعار، حاجه يعني نزلينا. بدي اقول لك انه نحن حابين نقدم لك سله غذائيه من مؤسسه سوريا بتجمعنا، وشركه افتر كمان حابه تقدم لك هديه صغيره، وبدنا ناخذ رقم تليفونك وعنوان سكنك مشان اهل الخير يتواصلوا مع حضرتك، واكيد اهل الخير كتار، ونحن ما بننضام لانه كلياتنا لبعض وكلياتنا ايد وحده. الله يطول بعمرك ويخلينا اياك. ان شاء الله كل يوم ان شاء الله كلياتنا لبعض، واملنا ان نفرح كلياتنا وكل هالشعب وكل سوريا تفرح، لان هي بلدنا، هي بلدنا، نحن بنحب بلدنا، ما بنستغنى عن بلدنا، نحن لازم ننضمن بفرحه، لانه اللي طلع لبرا يقعد يندم يقول والله ها نزلت الاسعار لازم نرجع على بلدنا. شكرا لك عم. تمام الحكي. الله يديمك.